ده ابني روابط. احنا لو بصينا عليه من بره كده هنلاقيه مجرد سلوجن، بس احنا بالنسبه لنا هنا في رافكو هو اكتر من سلوجن، هو فعلا اسلوب حياتنا هنا في الشركه، واكتشفنا ان اسلوب حياتنا ده وصل للعملاء. تعالوا نشوف مع بعض في الفيديو. حقيقي بجد انا اتشرفت بيكم يعني، وبالزياره اللي كنت مشتاق لها جدا. واللي اكتر من كده كمان مش الزياره، لا اللي خلتنا نحجز احنا في شركه رافكو السمعه السابقه ليها. وعشان كده اولادي لما بعتوا لي من استراليا وقالوا لي عايزين نستثمر في العاصمه الاداريه. طبعا في شركات كتير زي ما سيادتك عارف في العاصمه، فانا عملت عمليه سيرش يعني لغايه ما ربنا وفقني لاحدى الزملاء، يعني قالوا لي لو عايز تستثمر في شركه اونست روح رافكو. هو طبعا اي حد بيعرض منتج عنده للبيع طبعا بيحاول الى قدر ما انه يتجمله، يجمل المنتج علشان يقدر ان هو يسوقه يعني. بس انا حسيت فيهم بالامانه في القول يعني. برضو من العقد هو بيطمن العميل على ان هو فلوسه وحاجته في امان. فكل بنود العقد ما شاء الله طمنتنا، فبعت لهم العقد في استراليا لبنتي وكلا كذا كذا كذا، لدرجه ان هي بعتت ناس تانيين خدوا في الفتره اللي كان فيها الاوفر بتاع الشركه اللي هو من حوالي من سنه ونص. في حاجات احنا ما لحقناهاش لاصحابها في استراليا يعني، انما احنا ربنا وفقنا وبشكره على كده وبشكر الشركه اساسا يعني في امانتها في التعامل، وفي ان هي بتحافظ على العميل بتاعها وبتوفر له كل حاجه، بشرط ان هو لو داخل مصر او خارج مصر يحس انه في امان. لو ما كنتش حسيت بالحاجات دي كلها ما انا مش هعرف اقول الكلام ده. انا بقوله بناء على احساسي بالشركه وبالنظام وبالناس اللي فيها، واهم حاجه معاملتهم للعملاء، ده اهم حاجه عندي.